السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من خيركم. نبدأ النهاردة إن شاء الله ونشرع في قراءة سورة الفاتحة وتصحيح تلاوتها حتى نتمكن من الصلاة بها بشكل صحيح وجيد. ننتبه بقى مع بعض. اللهم افتح علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زي ما اتكلمنا قبل كده، ما أقولش أعوذ، لا، الهمزة مرققة. عو أرقق العين وأحكم الضمة، ما أقولش لا، عو. شفايفي تمتد إلى الأمام وفي فرجة في النص، دايرة كده 5. عو ذو لازم لساني يطلع في حرف الذال مع ترقيق الذال. أعوذ بالله، ما أقولش ما أقولش أعوذ بالله لا، لازم الكسرة تبقى تامة. أعوذ بالله، ما أقولش بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا خالص. ننطق كده بطريقتي العادية وصوتي عايم ومايع كده والحروف نايمة ومايلة ومعوجة، لا مفيش الكلام ده في القرآن. القرآن انضباط، ماشية ستريت دغري كده على طريق مستقيم، مفيش الميل ولا الاعوجاج. المضموم مضموم، المكسور مكسور، المفتوح رأسي مفتوح رأسي. مفيش الطريقة اللي بنتكلم فيها في حياتنا العامية. لازم عند القرآن ننضبط كلام ربنا اللي بيسمعنا، الملائكة بتسمعنا، فلازم أحسن التلاوة واستشعر أنا بقرأ كلام مين ومين بيسمعني ومين بيحضرني. أنا وأنا بتكلم أنا في الطبيعي وأنا ماشية في ملائكة على يميني وعلى شمالي، فما بالك بقى عند لما أجي أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صرفت الشيطان، الملائكة جاية بزيادة، بيحضروا بقى للصلاة، بيحضروا بزيادة. فلازم أنتبه مين بيسمعني، لازم أكون في أحسن حال وفي أحسن وضع للتلاوة. أعوذ بالله منا مش همنا ما. بلاحظ إن كلمة مينا في اللغة العربية ناس كتير بتنطقها منا ما. لا، انت بتكسلي، مكسلة تكسري. هو الكسرة دي مشوار هتروحيه، ده وانتي قاعدة زي ما انتي، لا قمتي ولا عملتي مجهود. مينا، لكن منا لا، مش حلوة أبدا. مينا. أعوذ بالله من الشيطان منشا. عارفين المنشة اللي زمان كانوا ينشوا بيها الدبان؟ افتكروا كلمة منشة. في حد بيقول منشة خالص؟ مش هتلاقوا حد بيقول منشة خالص. لكن ليه لما نيجي ننطق الشيطان بنعظم حروفه؟ هو ما يستاهلش التعظيم أصلا، ما يستاهلش. الشيطان ما يستاهلش التعظيم، نرقق حروفه. من الشيطان. عارفين شاي؟ مش انت بتقولي قوم عايز اشرب شاي؟ محدش بيقول عايز اشرب شاي، مش كده؟ من الشيطان، الطاء بس هي اللي مفخمة، لكن من الشيطان لا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الراء، الراء بفخم الراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص كده الاستعاذة. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كأني بقول زي ما بنقول للقطة بس. كسري الباء، بي مش ب. بسم، لا، كأن الباء شبه مفتوحة، لا الباء مكسورة. بسمي. والسين ساكنة فيها صفة الهمس، من حروف فحثه شخص سكت، فيها الهمس ومجهورة ومهموسة يجري معها الهوى، يبقى وهي من حروف الرخاوة الصوت يجري معاها، يبقى بس أجري الصوت معاها شوية. بسم الله، ملة، ما أقولش بسم الله، ما. للأسف في قراء كتير من القراء الجدد اللي مسجلين ختمات قرآنية بأصواتهم، وللأسف البسملة بتاعتهم كالآتي: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة دي البسملة بتاعتهم، وهي بسملة ليست صحيحة بالمرة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه هي البسملة. كل الحروف المكسورة تكسر تماما. بسم الله الراء بكسر هي واطلع على راء مفخمة، ما اقولش هرا، لا هي الراء. بسم الله رح. حرف الحاء بقى من حروف فحثه شخص سكت، حرف مهموس، وفي نفس الوقت من حروف الرخاوة الصوت بيجري فيها. الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم، ما اقولش الرحيم، لا حيم. اكسر الحاء تماما عشان اجيب صوت ياء مادية سليم. واخدين بالكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة في الفاتحة كما قلنا هي آية، واخدة رقم 1. الحمد لله رب العالمين. الحمد عندي لام تعريف هنا هتتنطق. لام التعريف قلنا بعد قبل مع 14 حرف، يعني لما تيجي قبل 14 حرف تنطق، وما تيجي قبل 14 حرف التانيين لا تنطق، وهندرسهم في درس لوحدهم. فهي من ضمن الحروف اللي بتنطق معها حرف الحاء. مع الحروف مع 14 حرف اللي بتنطق معهم حروف مجموعة في جملة ابغي حجك وخف عقيمه. ابغي حجك وخف عقيمه، فحرف الحاء من ضمنها. يبقى الحمد، اللام منطوقة اهي. الحمد ولازم وانا بقول شفايفي تمتد الى الامام، ما اقولش الحمد وشفايفي رخوة كده ونايمة لتحت. الحمد وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما. لازم الشفتين تتضم ضم، يقوم كده يبقى أنا جبت الحرف المضموم. بلاش أنطق الضمة العايمة كده، الرخوة كده النايمة. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مين، ما اقولش العالمين، لا اقول العالمين. تمام. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك. ألاحظ عندي الميم مكتوب على الجسم بتاعها ألف صغيرة كده. الألف دي بنسميها الألف الخنجرية. الألف دي حرف المد. مالك.
يعني الكلمة هنا مكونة من 4 حروف، ميم ألف لام كاف، ولكن الألف المادية بتكتب على جسم الميم، مالك يوم الدين. اوعى حد يفتكر ان الكلمة ملك، لا، هناك قراءات أخرى بتنطق بدون الألف، ملك يوم الدين. ولكن عاصم القارئ العظيم اللي احنا بنقرأ تبعه، حفص عن عاصم، بيقرأ بالألف، مالك يوم الدين. يبقى لازم أمد مد طبيعي، يمد حركتين، زمن حركتين، مالكي مالكي. حد يقول لي أنا مد ليه؟ هو فين الألف؟ الألف اوعى تفتكر ان الالف لازم يكون مكتوب لك كده طويل كده زي ما احنا بنكتب في كتابتنا العاديه، لا، هو الالف الصغيره اللي مكتوبه على جسم الميم دي هي دي حرف المد، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، دو شفايفي مضمومة ممتدة لحرفين ورا بعض مضمومين، نعبد، نعبد، ما اقولش نا افخم النون فتروح العين رخرة متفخمة، لا، نع. إياك نعبد وإياك نستعين، نس حرف السين مهموس ورخ ويجري معايا الصوت ويجري معايا النفس، نستعين، عين، ولازم اوضح النون اللي انا بقف عليها، ما خليش الصوت كده في النهاية الحرف الاخير يبقى كده رخ ومش باين مايع، نستعين. أبقى انا مش عارفة هي اللي بتقرأ دي سكنت على نون ولا على ميم ولا على ايه بالظبط، لا، الحرف الاخير لازم يبان، لازم يتضح، نستعين. تمام، يتضح باني المس مخرجه، مش يتضح بان انا اشد عليه وقلقله. حروف القلقله 5 فقط، في ناس لما بتيجي تنطق بتقلقل كل الحروف، بلاحظ احيانا في بعض قراء نشرات الاخبار بيقلقلوا كل الحروف في نهايه الكلمات اعتقادا منهم ان هو ده النطق السليم عشان تبين الحرف الاخير الموقوف عليه، لا، القلقله ليها 5 حروف فقط، انما كل حرف ابينه باني اظهر الصفه بتاعته. احنا درسنا بندرس الصفات وقلناها علشان نعرف كل حرف هنقف عليه ازاي وهنتعامل معاه ازاي. نستعين، فالنون عندي هي صفة اسمها صفة التوسط، يعني لا هي شديدة هقطع الصوت قوي ولا هي رخوة الصوت هيمشي معايا، هي حالة وسط، نستعين، انا مسكت مخرجها برها كده من الزمن بحيث بانت. اهدنا، اهدنا، الهمزة هنا دي، لا، الألف اللي أنا شايفاها دي قصادي دي اسمها همزة وصل، دي ما اسمهاش ألف. كلمة اهدنا بدايتها مكتوب عصاية كده، وفوق العصاية كده في علامة كده زي حرف صاد، زي راس حرف صاد كده، دي همزة وصل. همزة الوصل ما هياش مش من أصل الكلمة، هي زائدة على الكلمة، هي بتستدعى للكلمات اللي تبتدئ بحرف ساكن، فيتعذر النطق لأن العرب لا تبدأ بساكن، تبدأ بمتحرك، فبنجيب همزة الوصل عشان تحل الإشكالية دي ونحطها في بداية الكلمة، تقوم تسهل. اهدنا، الهاء عندي ساكنة فنجيب لها همزة الوصل ننطق بيها. طب لما جبناها شكلناها مفتوحة ولا مضمومة ولا مكسورة بناء على ايه؟ بناء على حركة الحرف الثالث. الحرف الثالث عندي دال مكسورة، هكسر الهمزة، اهدينا، اهدينا. تمام، يبقى دي ما هياش الألف اللي هحط تحتيها همزة. بشوف كتير على شاشات التلفزيون مكتوب في التتر بتاع البرامج والحاجات ألفات بتبقى همزة وصل، ولاقيهم حاطين تحتها همزة أو كاتبين فوقها همزة، وده خطأ، لأنهم مش عارفين إن في حاجة اسمها همزة وصل وهمزة قطع.
فدي همزة الوصل لا يتحط تحتها همزة ولا فوقها همزة خالص، هي عصاية بس كده، ما يتحطلهاش همزة خالص. اهدنا الصراط، الصراط، كلمة فيها شيء من الصعوبة فمحتاجة شيء من التأني. مش هقول السي، السيرا، السي تبقى سين، السيرا، را مفيش الرا، را ده صوت مش عربي، مش موجود في اللغة العربية خالص. يعني بعض النساء بتنطقه كنوع من الرقة، رؤوف، تعالى يا رؤوف، مفيش ده مش حرف عندنا خالص. رؤوف، هو ده الصوت المظبوط، وده النطق السليم لاسم رؤوف. رانيا، ما اقولش رانيا، واخدين بالكم؟ فحرف الراء ده مش عندنا، مش موجود في اللغة العربية. الصراط، مش تا، تا ده تاء، ده تاء، اديت لها شوية تفخيم، يعني تخنتها شوية، لكن ليست طاء. طاء، الصراط، طا. ايه الفرق بين التاء والطاء؟ صفة الاستعلاء والإطباق. التاء مرققة بينما الطاء مفخمة ومطبقة لازقة في السقف. الصراط، طا تطرقع. مستقيم، مش المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، كل المصريين بيقولوا كده، وما اعرفش العرب بيقولوا ايه، بس كل المصريين كده، اهدنا الصراط المستقيم. مو ومص بقت صاد، وطا التاء بقت طا، وقيم. لا، ايه ده يا جماعه؟ مس مو، ده مبدئيا مش مو. المس سين وليس مص زي المصحف. هيبقى ايه الفرق بقى؟ مصحف بالصاد، مصطفى بالصاد، لكن مستقيم وليس مستقيم. والقاف لما اكسرها هي في ادنى مراتب التفخيم لانها مكسوره، هي القاف حرف مفخم ولكن في ادنى مراتب التفخيم لانه جاي مكسور. ما احنا خدنا مراتب التفخيم 5، مش كده؟ المفتوح من بعد ألف، والمفتوح من دون ألف، مضمومها ساكنها مكسورها، فاكرين؟ فأدنى مراتب التفخيم المكسور، يبقى قيم وليس قيم مستقيم، لا قيم. اهدنا الصراط المستقيم. الكلمة لما تكون صعبة عليا أمسكها أفصصها وأخليها أجزاء صغيرة. أتمرن الأول. القاف هي اللي عاملة لي المشكلة في الكلمة دي، إيه اللي عاملة الأزمة؟ القاف كبيرة مفخمة، فتروح مأثرة على كل الحروف، تخلي كل الحروف مفخمة، فيروح الكل خايف منها ومرعوش، وكله يروح تخنان عشانها من أجلها. لا، كل واحد يلزم مكانه، كل واحد يلزم صفاته، كل واحد في حتته في حيزه. وانا بنطق اركز بس في الحرف اللي انا بقوله، عيني ولا عقلي اللاواعي يروح عند الحرف اللي جاي، هتلخبط. اتعلم المهارة دي ان وانا انطق الحرف اللي انا بقوله كده. عندما سئلت السيدة عائشة عن قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام للقرآن، قالت: كان يقرأ القرآن حرفا حرفا. عايزة تقول ايه؟ عايزة تقول ان كل حرف واضح بين مخرجه وصفته، من حلاوة ما بيقرأ مفصص، ما تحتاجش تقول ايه هو قال ايه، هي الكلمة انتهت بايه، لا ما يحتاجش كده. تمام؟ اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط
را طا. قلنا الراء بتفخم لو مفتوحة، مش كده؟ أو مضمومة. طب هي مفتوحة، صيرا، ما أقولش سرا سرا سرا، لا، صرا. صراط الذين، صراط الذين. تمام. صراط الذين أنعمت. كلمة أنعمت فيها ساكنين، أن النون، عم الميم. الساكن في وسط الكلمة بيحتاج حكمة في النطق. الساكن مش عشان هو ساكن أجري من عليه وأقول طالما ملوش حركة أجري من عليه. أول ما أجري من عليه هيتنطط معايا، يتقلقل أو يتحرك بحركة، يتفتح مثلا كأنه مفتوح. يعني لو جريت من عليه هتبقى الكلمة أنا عمت، أنا عمت. هل هي كده؟ هي أنعمت، أنعمت. فلازم أسكن، أتأكد إن أنا سكنت. النون والميم من صفات لن عمر، اللي هي صفات البينية، اللي هي ما بين الشدة والرخاوة. لا هو شديد الصوت ينقطع ولا هو رخو الصوت يمتد، حالة وسط. أنعمت، بس بمنتهى البساطة والسلاسة. صراط الذين أنعمت عليهم، عليهم، هم. حرف الهاء آخر حاجة في جهاز النطق، أقرب حاجة للرئة، ولذلك هو نصه هوا. فلو أنا ما انتبهتش للمخرج حقيقة لحرف الهاء هلاقي نفسي بنطق هوا، هلاقي نفسي بنطق صوت لكن مش حرف. هلاقي نفسي بقول عليهم، عليهم، هم. فين جسم الحرف؟ عليهم، هم، هم، ها، هو، هي. خدتوا بالكم؟ عليهم. اخد بالي قوي في الكلمة دي وامثالها. كلمة عليهم، الكلمات اللي منتهية بهاء ميم، بهم او هم، بسمعها هوا. عليهم، عليهم، لا، عليهم، عليهم، إليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. تمام. غيري، غا مش غا، لا، غا حرف مفخم. غير ريل، مش غير را، لا، ري. غير المغضوب. وهنا اللام التعريف أيضا ساكنة، طالما عليها رأس الحاء الصغيرة دي يبقى هنطقها. أي حرف عليه حركة أو عليه سكون اللي هو عبارة عن رأس الحاء يبقى هيتنطق. امتى الحرف أعرف إني مش هنطقه؟ لو ما لقيتش عليه أي حركة. ما ظنش إن المطبعة نسيت تحط له حركة خالص. المصحف ده مراجع عشرات المرات، ما فيهوش خطأ همسة، ما فيش نقطة محطوطة في صفحة المصحف في أي وجه من أوجهه زيادة، ولا في نقطة ناقصة خالص. ما يجيش في ذهنك ده. كل علامة، كل حركة محطوطة ليها لازمة وليها معنى أنت تعلمه أو تجهله. إنما أبقى عارفة كويس إن الحرف اللي معلهوش أي حركة ولا علامة السكون اللي هي رأس الحاء يبقى ده الحرف ده مش هيتنطق. تمام. فالمغضوب اللام هنا اهي عليها رأس الحاء يبقى هتتنطق. دي علامة السكون في المصاحف في هذا الزمن. كان زمان علامة السكون كانت دايرة، لا، دلوقتي علامة السكون هي رأس الحاء. رأس الحاء دي تدل على ايه؟ هي اساسا رأس خاء، بمعنى خالي، يعني هذا الحرف خالي من الحركة.
ولكن تخفيفا اتشالت النقطة بتاعت الخاء فبقت حاء. تمام؟ يبقى غير المغضوب عليهم، برضو تاني مرة، ولا الضا، ولا الضا. الكلمة دي بقى ايه؟ اديني فيها كل قوتك وكل عقلك وكل مهارتك. ولا الضا، انا داخلة على ضاد، يعني داخلة على حاجة عظيمة قوي، حاجة فخمة قوي، محتاجة كل جهد وكل شغل. منين؟ من اقصى حفتي مين؟ اللسان، اقصى الحفتين من جوه. كون الضاد مفخمة مستعلية ومطبقة ممكن يأثر على مين؟ على الواو وعلى اللام، فيخليني مبدئيا من البداية أجهز بإن أنا أقول ولا، ولا، ولا الضالين. وده كل الناس هتلاقيها بتعمل كده. لو حضرتك راقبت نفسك وانت بتصلي هتلاقيك بتعمل كده وما انتش حاسس، لأن انت ما كنتش عارف الفرق، انت ما كنتش عارف الصح، فهتلاقيك بتعمل كده وما انتش حاسس. ولا الضالين كلنا بنقول كده. ولا، لا عايزينها ولا. عارف لما انده على حد اقول له ولا، ولا، كل المصريين بيقولوا يا ولا. احنا عايزين بنفس الصوت، محدش بيقول يا ولا. في حد بينادي على ابنه ويقول له يا ولا؟ كلنا بنقول يا ولا. انا عايزه نفس الصوت. ولا، ولا، او بنت اسمها ولاء محدش بيقول لها يا ولاء خالص. ولا الضا، وادخل على الضاد المفخمه بدون همس. ولا الضا، ولا الضا. هنا بقى عندي حاجة اسمها مد لازم 6 حركات. الحركة اللي هي زمن نطق حرف محرك. الحرف المحرك له زمن نطقه. اما اقول قا، او ده حرف محرك، قا، القا دي حركة، زيها بقى 6 قا، زيها 6 قا، يبقوا 6 حركات. لما اقول با، ادي حركة زيها 6 با، زمن نطق 6 با محركين، يبقى دي 6 حركات. عرفتوا يعني ايه حركة؟ ولا الضالين، مد لازم 6 حركات. عندي ألف مادية وجاي وراها حرف مشدد اللي هو اللام. الحرف المشدد يبقى بدايته شد سكون ثم حرف متحرك. الضال لي، الضال لي، يبقى عندي لام ساكنة ولام مكسورة. فوجود مد جاي وراه سكون بيوجد ما يسمى المد اللازم. حرف مد جاي وراه سكون ده بيوجد ما يسمى المد اللازم. ولا الضالين. فكلمة ولا الضالين مطلوب مني ترقيق الواو واللام، ما فخمهاش، نطق الضاد من آخر الحافة وليس من الطرف. لو نطقتها من الطرف هتطلع دال. لو قلت ولا الدا، ولا الضالين، ولا الدا، بصوا الدا دا دا، أنا نطقتها من طرف اللسان. ولا الضالين. ودي الضاد الموجودة دلوقتي عند ناس كتير 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 بتتنطق من طرف اللسان. الضالين، الضالين، لا، الضالين، الضالين، من أقصى الحرف. يختلف الصوت تماما لما صحح المخرج. تمام؟ طيب الكلمات اللي زي الرحيم، العالمين، الدين، نستعين، مستقيم، الضالين، كل الكلمات دي لما بقف عليها المد اللي فيها اسمه مد عارض للسكون. مد عارض للسكون. عارض يعني مش أصلي، مش وصلا ووقفا، يعني هو في حالة الوقف بس، بسبب
إيه؟ بسبب السكون. مد عارض يعني طرأ، طارئ. عارض يعني طارئ، ما هوش أصلي، مش وصلا ووقفا، طارئ. بسبب إيه؟ بسبب السكون. سكون إيه؟ الحرف الأخير. يعني الحمد لله رب العالمين، لو بصيت على كلمة العالمين هلاقي عليها فتحة. الفتحة دي ليه؟ عشان لو وصلتها باللي بعدها. لو قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لو وصلت هتبقى مفتوحة، لكن عند الوقف بقت ساكنة، فبقى مد عارض للسكون. المد العارض للسكون أن تنتهي كلمة بالسكون ويكون قبلها حرف من حروف المد، ألف أو واو أو ياء. فأنا عندي العالمين نون ساكنة هقف عليها وقبلها ياء مدية، يبقى ما اسمه مد عارض للسكون. كلمة الرحيم ميم ساكنة هقف عليها وقبلها ياء مدية، بقى عارض للسكون. الدين نون ساكنة وقبلها ياء، يبقى عارض للسكون. نستعين زيها. مستقيم ميم وقبلها ياء زيها. الضالين زيها. يبقى الصورة كلها منتهية بإيه؟ بمد عارض للسكون. هذه كانت سورة الفاتحة. هقرأها تاني على بعضها مرة سليمة عشان نصلي بيها بقى صح ونصحح نفسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.